واش بغيتي تنجح وتكون سعيد في حياتك؟ شكون فينا ما بغاش النجاح والسعادة في حياته؟ ولكن شنو هو النجاح أصلا؟ شنو اللي كيحددو؟ وشنو هي السعادة وكيفاش نحددوها؟ أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم غادي نديرو ملخص شامل لكتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. في هذا الكتاب اللي دار البوز وكيعتبروه من الكتب اللي قراوه بزاف ديال الناس من نهار خرج، الكاتب كيعطيك وصفة العادات الأكثر فعالية باش تحقق النجاح والسعادة. بزاف ديال الناس كيضيعوا وقتهم في البحث على حياة كتلبي طموحاتهم ورغباتهم اللي غالبا كتركز على النجاح والسعادة، ولكن الدراسات بينت أن الناس كيشوفوا السعادة ديالهم على أنها قصيرة الأمد، حيث كيحاولوا يلقاو حلول سطحية وطرق سريعة باش يوصلوا ليها. واش كتخيل تكون كاينة شي طريقة أحسن باش نسيروا حياتنا ونحققوا النجاح وسعادة طويلة الأمد؟ مع العادات السبعة ديال الناس الأكثر فعالية، هاد الطريقة ولات بين يدينا، ودابا كلشي الناس يقدروا يوصلوا لحياة سعيدة وعامرة بالإنجازات والنجاح على المدى الطويل، سواء في الميدان المهني ولا الشخصي. ولكن هاد الشي كيحتاج التخطيط، الجهد، الانضباط، المثابرة والالتزام على المدى البعيد، حيث باش تتخلص من عادات قديمة وتعوضها بعادات جديدة، هادشي كيعتبر تغيير جذري في جوهر الإنسان وفي نمط الحياة ديالو، وهذا التغيير كيحتاج وقت وجهد كبير. واش نتوما مستعدين لهذا التحدي؟ قبل ما نبداو نهضروا على العادات السبعة اللي كتبين كيفاش نعتمدوا الطرق الصحيحة باش نوصلوا للسعادة والنجاح، خاصنا نعرفوا أن الطريقة اللي كنشوفوا ونفهموا بها العالم كتكون من خلال التصورات اللي عندنا في دماغنا، بحال الخريطة اللي كترشدنا للطريق الصحيح إلا اخترنا الخريطة الصحيحة. وكل واحد فينا عنده بزاف د الخرائط اللي مقسومة على جوج، خرائط ديال الواقع اللي عايشين فيه وخرائط ديال الشكل اللي بغينا نوصلوا ليه. تخيل بغيتي تمشي من البلاصة اللي كاين فيها دابا للبلاصة اللي بغيتي توصل ليها، واش ما غاديش تحتاج تعرف الطريق الصحيحة أو الخريطة واضحة؟ هادشي علاش خاصك تفكر في المكانة ديالك دابا في الحياة، وتفكر في البلاصة اللي بغيتي توصل ليها من هنا للقدام، ومن تما غادي تعرف واش قريب ولا بعيد على تحقيق الأهداف ديالك والطريق اللي خاصك تسلك. ولكن ضروري ننتبهوا أن هاد الخرائط اللي كاينة في دماغنا هي اللي كتخلينا نفسروا كلشي اللي كيطرى لينا من المنظور الخاص بينا، وقليل فينا اللي كيشك في صحة ودقة هاد المنظور، حيث ولفناه لدرجة ما بقيناش حاسين به. وهاد التصورات تكونت بفعل مؤثرات عميقة وتراكمية اللي محيطة بنا، بحال الأسرة، المدرسة والتجارب السابقة وغيرها من الحوايج اللي كتأثر بزاف علينا. ومن حيث أن هاد التصورات هي اللي كتحكم توجهاتنا وسلوكنا، ما نقدروش نتصرفوا بطريقة متكاملة إلا داخل هذا الإطار. هادشي علاش خاصك تبدا تغير راسك من الداخل للخارج قبل ما تطبق العادات السبعة، وماشي غير تركز على التغيير اللي من برا. غادي تقول لي كيفاش نقدر نغير راسي من الداخل للخارج ونصحح التصورات اللي في دماغي باش تولي دقيقة وموضوعية؟ أول حاجة خاصك تبدا تفكر في المبادئ ديالك اللي كتعتمد عليها شخصيتك. شنو هو المبدأ اللي مستحيل تبدلو؟ من بعد فكر في الحاجة اللي كتقدرها بزاف في حياتك. شنو هو الشيء اللي ما تقدرش تستغنى عليه حتى إلا مشات مثلا منك شي حاجة؟ هاد الأسئلة وغيرها اللي كتنقف في الأعماق ديالك كتعاونك تعرف شكون انت وشنو بغيتي تولي. من تما غادي تبدا تشوف الحوايج كيف ما هي في الحقيقة، بعيد على التصورات الخاطئة ديالك. غادي تولي واعي أن الحكم ديالك على بعض الأمور ممكن يكون غلط، حيث النجاح كيكون في محاولاتك المستمرة باش تصحح التصورات ديالك وتخليها أقرب للواقع، باش تقدر تحيد النماذج السلبية اللي كتعطل تحقيق الأهداف ديالك. باش تفهم مزيان كيفاش التصورات الخاطئة كتأثر علينا وكتخلينا نعطيو أحكام بالزربة، الكاتب غيعاود لنا قصة ديالو اشنو طرا ليه واحد الصباح وهو راكب في المترو في مدينة نيويورك. الجو كان هادي حتى دخل واحد الراجل مع وليداتو اللي بداو كيلعبوا ويشاغبوا. الهدوء تبدل بالضجيج. سولوه هو معصب: واش تقدر تضبط وليداتك؟ جاوبو وقال ليه: عارف خاصني ندير شي حاجة، ولكن الأم ديالهم توفات من قبل ساعة. في ديك اللحظة تبدلات النظرة ديالو من الغضب للتعاطف، ولا باغي يدير شي حاجة، باغي غير يعاون. شتي شحال التغيير البسيط في المعلومات كيبدل وجهات نظرنا؟ إذا خاصك تبدا بتغيير راسك من الداخل للخارج باش تصحح التصورات السلبية وتولي قادر تبدل العادات ديالك بلا ما يبقاو هاد التصورات عائق قدامك.
شخصيتنا في الأصل كتكون من العادات اللي عندنا، وهاد العادات غالبا كتكون نماذج ما كنحسوش بها، ولكن لحسن الحظ العادات يمكن نكتسبوها ونساليو معها، ولكن ماشي بطريقة سهلة. باش نديرو هاد الشي خاصنا أولا نعرفو شنو هي العادات. العادة هي نقطة التقاء المعرفة، المهارة والرغبة. المعرفة كتحدد شنو خاصك دير وعلاش، المهارة كتبين كيفاش دير، والرغبة هي الحاجة اللي كتخليك باغي دير. إلا فهمنا مزيان جوهر العادات وطبيعتها غادي يسهل علينا نتعاملوا معها ونبدلوها. دابا من بعد ما فرقعنا التصورات الخاطئة اللي عندنا وفهمنا شنو هي العادات بصفة عامة، غادي نشرح لك كيفاش نتعاملوا مع العادات السبعة للناس الأكثر فعالية. أول حاجة غادي نبداو مع العادات 3 الأولين اللي غادي يحولوك من شخص كيعتمد على الآخرين لشخص كيعتمد على راسه وكيحقق الانتصارات الشخصية. من بعد غادي تحولك لشخص كيآمن بمبدأ التعاون والتشارك مع الآخرين، ماشي غير الاتكالية عليهم. الهدف من 3 العادات الأولين هو ذاتي وكيتعلق بك بوحدك. ومن بعد ما توصل لهذه المرحلة ديال التغيير الذاتي، العادات 3 اللي من بعد غادي تتعلق بالمحيط اللي داير بك، وغادي تعاونك تخدم فعالية باش تحقق نجاحات مشتركة مع الناس من خلال التعاون والتواصل. وأخيرا غادي يكون عليك تطبق العادة 7 اللي هي عادة التجديد والتحسين المستمر. ودابا حنا واجدين باش نعرفوا كل وحدة من هذه العادات بالتفصيل. إلا طلبت منك تشوف راسك وكأنك شخص آخر وتوصف الحالة اللي حس بها والوضعية الذهنية ديالك، فغالبا غادي تقدر دير هذا الشيء، حيث الوعي بالذات أو القدرة على التفكير في التفكير ديالنا هو اللي كيخلينا مختلفين على باقي المخلوقات. هذه القدرة هي اللي كتعطينا الإمكانية باش نتطوروا ونتعلموا من تجاربنا. من خلال هذا الوعي الذاتي نقدروا نبنيو ونبدلوا العادات ديالنا، حيث كيعطينا القدرة باش نبعدوا شوية على راسنا ونتأملوا الطريقة اللي كنشوفوا بها راسنا والتصورات اللي كتوجه سلوكنا وكتأثر على كيفاش كنسيروا بها تعاملاتنا مع العالم اللي داير بينا. هذه الميزة البشرية كتعطينا الحرية باش نختاروا شنو بغينا نكونوا في الحياة. كل واحد فينا هو المسؤول الأول على الاختيارات ديالو وعلى حياته، وانت اللي كتسمعني دابا ماشي استثناء. أول عادة من العادات 7 هي كون مبادر، يعني تاخذ القرار وتختار وما تبقاش تقول ما عنديش السيطرة على اللي واقع، أو لا هادشي ماشي ذنبي. خاصك تحمل المسؤولية على اللي كيواجهك وتاخذ الخطوات باش تحكم في حياتك. العادة الأولى كتقول كون مبادر. دابا سول راسك، واش انت شخص مبادر ولا انفعالي؟ الناس المبادرين ما كيجلسوش بلا ما يديروا والو وكيتسناو الناس باش يقولوا لهم شنو يديروا، او لا حتى الظروف تحركهم. بالعكس كيشوفوا المشاكل وكيبداو يلقاو الحلول وكيحددوا اختيارات ديالهم والطريق اللي غادي يوصلوا لهدفهم. المبادرين ما كيلوموش الناس على الصعوبات اللي كيعانيوا منها، حيث عارفين ان السلوك ديالهم نتيجة القرارات ديالهم ماشي نتيجة الظروف. أما الناس الانفعاليين فغالبا كيلوموا الظروف والناس باش يبرروا الفشل ديالهم، وكيقولوا الآخرين هما اللي خلاونا نديروا هاد الشيء وما عندناش حرية الاختيار. هاد الناس كيضيعوا جهدهم على الحوايج اللي ما يقدروش يتحكموا فيها، عكس المبادرين اللي كيركزوا على الحوايج اللي تحت السيطرة ديالهم. باش تزيد تقوي الوعي الذاتي ديالك وتعرف شنو اللي تحت السيطرة وشنو اللي خرج عليها، تخيل دائرة وحط فيها كاع الحوايج اللي كيقلقوك واللي ما تقدرش تحكم فيهم وسميها دائرة الهموم. هذه تكون فيها متطلبات بحال غادي نكون فرحان إلا خلصت الكريدي، أو غادي نكون منتج إلا كان عندي وقت خاص بيا. دابا تخيل وسط هذه الدائرة دائرة أخرى سميها دائرة التأثير، اللي كتمثل كلشي الحوايج اللي تقدر دير شي حاجة عليهم، بحال نقدر نكون صبار ونحب الآخرين ونبني علاقات زوينة، أو نقدر نخدم بجهد وتركيز كبير. إلا كنت شخص انفعالي غادي تركز على دائرة الهموم، ولكن إلا كنت مبادر غادي تركز على دائرة التأثير وتبدأ تقلل الاهتمامات بدائرة الهموم. الجواب على كيفاش تولي مبادر هو تركز على دائرة التأثير لمدة 30 يوم، وخذ مع راسك عهد أنك تحافظ على هذا التركيز باش تولي عادة عندك. ومن بعد هذا الشيء غنكون واجدين باش ندوزو للعادة الثانية من العادات 7 اللي هي بدأ والهدف النهائي يكون في راسك. في العادة الثانية خاصك تخيل حياتك بحال شي مخطط وتبدأ تفكر في الهدف النهائي ديال حياتك في كل المجالات، العائلة، الزواج، الخدمة، الفلوس، وأي حاجة أخرى كتشغل بالك. يعني فكر في كل حاجة بغيتي توصل لها في الأخير، ومن بعد
قارن الموقع اللي انت فيه دابا مع الطريق اللي باقي لك باش توصل لذاك الهدف. التخطيط ضروري لنجاح اي مشروع، وهذا هو الاساس ديال العادة الثانية. كاع الامور كتوقع جوج مرات. المرة الاولى هي في العقل، اي فاش كتسول راسك شنو بغيت ندير اولا شنو بغيت نحقق، والمرة الثانية هي في الحقيقة وقتاش كتطبق داك الشيء اللي فكرتي فيه. هاد العادة كتعني انك انت المسؤول على حياتك وعلى كتابة الدستور الشخصي ديالك. يعني خاصك تركز على شنو بغيتي تكون، شنو بغيتي دير، وعلى شنو القيم والمبادئ اللي غادي تعتمد عليها باش تاخذ هاد القرارات. مثلا اذا كان الهدف ديالك هو الفلوس، يا اما غادي تقول غادي نكون عبد ديال الفلوس، او لا غادي تقول غادي نستعمل الفلوس باش نخلي حياتي زوينة وحياة الاخرين احسن. اكتب الدستور الشخصي ديالك على اساس قيم ومبادئ صحيحة، حيت خاص الافعال ديالك تعاونك تحقق الاهداف ديالك النهائية. باش تكتب هاد الدستور خاصك تبدا من مركز دائرة التأثير ديالك، اللي هي التصورات الذهنية الاهم اللي كتحكم فيها بالوعي الذاتي ديالك كيف ما شرحنا من قبل. دابا من بعد ما حددتي القيم ديالك وكتبتي الدستور ديالك، كيفاش غادي تبدا تعيش حسب هاد المبادئ؟ هنا كيجي الدور ديال العادة الثالثة، ابدا بالاهم قبل المهم. هاد العادة كتدعيك باش تحدد الاولويات ديالك وتضمن تنفيذ المهام اللي مهمة بزاف هي الاولى. واش كتشوفها سهلة؟ تقدر تبان سهلة، ولكن بزاف الناس كيواجهوا صعوبة في كيفاش يحددوا المهام المهمة ويلتزموا بها. الحل هو التنظيم والتخطيط بشكل مستمر، والتركيز على الحاجات اللي كتساهم مباشرة في الوصول للأهداف ديالك، ماشي اللي مجرد عاجلة ولكن شي حاجة ثانوية. باش تصنف المهام ديالك مزيان كنقترح عليك تستعمل مصفوفات إدارة الوقت اللي كتخدم على تقسيم المهام ل4 ديال الأقسام على حسب الأهمية ديالها. القسم الأول المهام اللي عاجلة ومهمة، مثل الأزمات أو الأمور الطارئة اللي ضروري ديرها في الحين، وهذا القسم غالبا كيكون خارج السيطرة. القسم الثاني المهام المهمة ولكن ماشي عاجلة، بحال التخطيط للمستقبل، بناء العلاقات، تأمل في الأهداف ديالك. خاصك تركز بزاف على هذا القسم حيت هو اللي غادي يحدد النجاح ديالك في المستقبل، ولو أنه ما كيعطيش نتيجة سريعة. القسم الثالث المهام اللي ماشي مهمة ولكن عاجلة، مثل التجمعات اللي ديما كتعاود، المكالمات الهاتفية اللي كتاخذ الوقت ديالك ولكن كتعني أولويات للناس الآخرين بزاف مقارنة مع الأولويات ديالك. القسم الرابع المهام اللي ماشي مهمة وماشي عاجلة، وهي مضيعة للوقت. هاد المهام ضروري منها في بعض الأحيان، بحال ترفه على راسك شوية، ولكن خاصها تكون محدودة. إلا لقيتي صعوبة في التركيز على القسم الثاني حيت عندك بزاف ديال المهام، فالحل هو أنك تعلم تقول لا للحوايج اللي ما كتهمكش وما كتقدرش تجنبها. وإلا كانت هاد الحوايج ضرورية في الوقت ديالها تقدر تعطيها لشخص آخر بطريقة زوينة، أي أنك غادي دير لها تفويض الفعال، يعني توزع المهام بطريقة اللي تضمن المكسب للجميع. وهذه هي الأساس ديال العادة الرابعة، تفكر في المنفعة المتبادلة. الناس اللي كيعتمدوا على الخداع والكذب كيظنوا أن النجاح كيجي على حساب الآخر، ولكن التفكير ديال الفوز مع الآخرين كيعني أنه يمكن للطرفين يربحوا مع بعض. هذا النموذج الجديد مبني على الثقة والرصيد في المشاعر ديالك. إلا كان الرصيد كبير المصداقية ما غاديش تكون مشكل بينك وبين الآخرين، وغادي يكون التواصل والتعاون أسهل وأفضل. وباش تطبق مبدأ المنفعة المتبادلة غادي تحتاج 4 ديال الخطوات. الخطوة الأولى شوف المشكل من وجهة نظر الآخر. الخطوة الثانية حدد المشاكل والصعوبات اللي كتتعلق بالمشكل. الخطوة الثالثة حدد النتائج اللي غادي تكون حل مقبول للطرفين. والخطوة الرابعة حاول تلقى خيارات جديدة باش تحقق هذه النتائج. من بعد ما تعتمد هذه العقلية غادي تكون واجد تمشي للعادة الخامسة، اللي هي حاول تفهم الآخر أولا، من بعد خليه يفهمك. العادة الخامسة كتطلب منك تتعلم كيفاش تسمع مزيان وتفهم الناس عبر ما يسمى بالإنصات العاطفي. يعني خاصك تشوف العالم بحال كما كيشوفوه الناس اللي معك، وتحاول تفهم الإحساس ديالهم والأفكار اللي كيدوروا في دماغهم. حاول تراقب المحادثة بتركيز وتفهم المعنى اللي وراء الكلمات. يعني حيد الكلمات وسول راسك شنو هي المشاعر اللي كيحاول يوصلها لك. من هنا غادي تقدر تفهم الناس بشكل عميق وتولي واحد مؤثر بفضل الفهم الدقيق ديالك.
اللي غادي يعاونك تزيد في الثقة والعلاقات مع الناس. وبهذا الفهم غادي تكون قادر تتعامل مع الكل بطريقة زوينة وتكون مفهوم عندهم. هادشي مهم باش توصل لمنفعة مشتركة معهم. ومن بعد غادي تكون جاهز للعادة السادسة، التعاون، وهي عادة مهمة باش نكبروا ونطوروا مع بعضياتنا. الاستقلال والتعاون ماشي ضد بعض، بالعكس كيخدموا مع بعضياتهم من أجل النجاح المشترك. فكر في الموضوع، واش ما حسنش يفكروا جوج ديال الناس بلاصة واحد؟ كل واحد عنده أفكار مختلفة وقوة مختلفة، وهذا كيجيب فائدة كبيرة للعمل كمجموعة كما كان النوع ديالو. التعاون كيخلق فرص جديدة وإمكانيات ما عندهاش حد. المرة الجاية اللي تكون فيها في خلاف مع شي واحد، حاول تفهم همومه اللي خلاته يتخذ الموقف ديالو، والتعامل مع هذه الخلافات بطريقة تحقق فائدة للجميع. من بعد ما تطبق هذه الفكرة غادي تكون مستعد تنتقل للعادة السابعة اللي غادي تعاونك تطبق كاع العادات الستة السابقة، وهي عادة التجديد اللي غادي نختموا بها الحلقة ديالنا. غادي نختم بالعادة السابعة وهي التجديد. هذه عادة غادي نطبق من خلالها جميع العادات الستة اللي قبل منها. المقصود بالتجديد هو نجدد راسنا، وهذا كيكون عن طريق نخصص وقت لريوسنا بشكل متوازن جسديا، روحيا، عقليا واجتماعيا، وهذا هو اللي غادي يحقق لنا فعالية دائمة. بالنسبة للتجديد الجسدي كيكون عن طريق ناكلوا ماكلة صحية ونحصلوا على الراحة الكافية ونمارسوا الرياضة بشكل منظم، حيث هذا الشيء غادي يساعدك باش تحافظ على النشاط البدني ديالك وزيادة فعالية العادة الأولى اللي سميتها بادر لتحمل مسؤولية حياتك. أما بالنسبة للتجديد الروحي فكيعني أنك تأمل في حياتك وتراقب أفعال ديالك بشكل مستمر وتصلي صلاتك، وهذه غادي يعاونك تطبق العادة الثانية، التخطيط لحياتك ومعرفة هدفك النهائي، وتراجع المبادئ والقيم الأساسية ديالك. أما التجديد العقلي فهو كيكون بتعزيز مهارة التركيز ديالك، وهذا غادي يعاونك في تطبيق العادة الثالثة، ترتيب أولوياتك. أما التجديد الاجتماعي فكيكون بتطوير العلاقات ديالك مع الناس وتحاول تفهم الناس آخرين وتعاون معاهم باش تحسن حياتك وحياتهم، وهذا غادي يعاونك على تطبق العادة الرابعة، عقلية المنفعة المتبادلة. والعادة الخامسة كذلك فهم الآخرين قبل ما يفهموا. كذلك العادة السادسة التعاون. وهكذا غنكون وصلنا لنهاية الحلقة ديال اليوم. إذا كان عندكم أي تساؤلات أو أفكار بغيتوا تشاركوها معنا أو كتب بغيتوا نناقشوها، ما تنسوش تخليوها في الكومنتيرات. شكرا لكم على المتابعة، ونتلاقاو في حلقة أخرى مع كتاب جديد.